يلا بينا نعرف قصة صعود لامين يامال المذهلة. طبعا الأكاديمية دي خرجت أساطير زي ميسي وتشافي وإنيستا. بس في الفترة الأخيرة مصنع النجوم ده هدي شوية، لكن دلوقتي في اسم جديد الكل بيتكلم عنه وبيمثل أمل جديد. لامين يامال اتولد في كاتالونيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية. يامال كبر في حي شعبي، وده اللي شكل شخصيته من وهو صغير. حتى احتفاله بالأهداف له قصة، هو أشار لجذوره والمكان اللي اتربى فيه. موهبته كانت واضحة جدا، وبرشلونة ضمه للأكاديمية على طول سنة 2014. تطوره كان صاروخي. تخيل أول ماتش ليه مع الفريق الأول كان وعنده 15 سنة بس، وبعدها على طول بقى أصغر لاعب وهداف في تاريخ منتخب إسبانيا كله. والأرقام القياسية فضلت تتكسر وراه سواء مع برشلونة أو مع المنتخب. طبعا برشلونة كان عارف إن عنده جوهرة ولازم يتحرك بسرعة عشان يأمن مستقبله. والنقطة الأهم، الشرط الجزائي في عقده وصل لمليار يورو. بس مع الصعود ده جت معضلة كبيرة، يختار يلعب لأنهي بلد. كان في شد وجذب كبير بين إسبانيا والمغرب، اختيار مش سهل خالص. حتى مدربة وقتها تشافي قال إن ده قراره هو وبس. وبعد اجتماعات مع الاتحادين، يامال حسم قراره بشكل نهائي. اختار يمثل منتخب إسبانيا لاروخا، وبكده بقى أصغر لاعب في تاريخهم. والقرار ده جاب نتائجه بسرعة وحقق نجاح تاريخي في واحدة من أكبر البطولات. طيب إيه اللي بيخليه مميز قوي كده؟ أسلوبه بيتقارن بأسطورة تانية من لاماسيا. ببساطة هو عنده كل حاجة: سرعة، مراوغة، رؤية للملعب، وهدوء أعصاب مش طبيعي. حتى والده قال إنه من يوم ما اتولد وهو عارف إن ابنه ده هيبقى نجم كبير. وهو لسه مراهق قدر يكسب بطولة أوروبا. فالسؤال دلوقتي، هل ممكن يوصل لمسيرة زي ميسي؟